وتهربوا مننا ازاي بقى وانتوا كلكم كده مربوطين وتحت ايدينا؟ الجاسوس اللي في وسطكم هو اللي هيهرب. جاسوس في وسطنا؟ جاسوس ايه ده اللي في وسطنا؟ انا مش فاهمه حاجه. لو ما كنتش ظهرت لكم في الوقت المناسب كان زمانهم دلوقتي مسلمينكم للشرطة وكنتوا هتنتهوا للأبد. ما هم لو كانوا سلمونا للشرطة ما كناش هنروح فيها لوحدنا، كنا هنعترف عليك وناخدك معانا. ايه ده؟ الشرطة وصلت، دول بلغوا الشرطة. الشرطة طلع على السلم، هنعمل ايه دلوقتي؟ السطح، مفيش غير السطح، يلا تعالوا وراها بسرعة نهرب من السطح. وادي يا ماجد عبقرينو، فاهم مالكم؟ ايه اللي حصل؟ والشرطة كانت بتعمل ايه هنا؟ وايه اللمة اللي في الشارع دي؟ هو انت كنت فين يا كتو؟ وجاي منين كده؟ انا كنت في السوبر ماركت بجيب العشاء وجاء. هو فين العشاء ده يا جدو؟ انا شايف ايدك فاضيه يعني. ما انا لقيت في لمه في الشارع وشرطه وكده، فاتلبخت بقى وسبت الحاجه عند الراجل وجيت اجري اشوف ايه في العماره. هروح اجيب الحاجه من عند الراجل واجي على طول. ساكك في اللي انا ساكك فيها ماكت يا اخويا؟ ايوه يا عبقرينو، وشاكك جدا كمان. هو اتأخر كده ليه؟ احنا بقالنا ساعة واقفين مستنيينه. شكله كده مش هيجي، يلا بينا يا تشاكي نمشي من هنا. استنوا عندكم هنا، انتوا ايه اللي انتوا عملتوه ده؟ احنا ما اتفقناش ان انتوا تعملوا كده. جدو، معقول كتو هو الكسوس اللي بيساعد الكتة كلاني والدنيا يتسكى عشان يخلصوا علينا؟ انت جاي لحد هنا برجليك؟ انت قول انت عاوز ايه؟ سيبيني اخلص عليه يا جيراني وانتقم منه واخد حق ابننا اللي مات. استنى، ما تعملش حاجة الا لما اقولك. انت قول عاوز ايه؟ ايه اللي انتوا عملتوه ده؟ انتوا كنتوا هتخلصوا على ابنه ومراته والواد ماجد وعبقرينو، انتوا اتجننتوا ولا ايه؟ ايوه، هنخلص عليهم وهننتقم منهم واخد روحهم كلهم قصاد ابني اللي عبقرينه خلص عليه ورماه في النار. يا نهار اسود. اسكت يا عبقرينو، الله يخرب بيتك. هيسمعونا ويكشفونا ويعرفوا ان احنا بنراقبهم. انت مش سامع بيقولوا ايه يا ماكت يا اخويا؟ سامع يا عبقرينو، بس انا مش مصدوم من كل ده. انا اللي مصدوم منه ان جدك طلع هو الجاسوس اللي بيساعدهم علشان يخلصوا علينا. بس ده ما كانش اتفاقنا من الاول. امال كان ايه هو اتفاقنا؟ كان اتفاقنا ان انتوا تخوفوه وان انا اخوفكم. كان اتفاقنا ان انتوا تخوفوه وان انا اخوفهم بيكم. كان قصدي اعمل فيهم مقلب مش اكتر، وفي المقابل جبت لكم اكل كتير وكل اللي انتوا عاوزينه. وابني اللي عبقرينه حرقه ورماه في النار ما كانش اتفاقنا برضه؟ هو الواد عبقرينه غلط، بس هو ما كانش قصده، هو بس كان بيدافع عن نفسه وبيحمي نفسه منكم. يبقى اللي غلط يتحاسب، يا اما هتموتوا كلكم. انا مش فاهم حاجه، قصدكم ايه؟ انا فاهمك، زي ما عبقرينه رمى ابني في النار وخلص عليه تجيبهولي هنا هو كمان عشان ارميه في النار واخلص عليه، وابقى كده انتقمت منه وخدت حق ابني اللي هو رماه في النار. ايه اللي انت بتقوليه ده؟ انت عاوزاني اسلمك عبقرينه ابن ابني علشان تموتيه؟ يا اما كده يا اما هنخلص عليك انت الاول وبعدين نروح لهم البيت نخلص عليهم واحد واحد هم كمان. ها قلت ايه يا راجل يا عجوز انت؟ حتى لو خلصتوا عليا مش هتعرفوا تخلصوا عليهم. ومش هنعرف نخلص عليهم ليه ان شاء الله؟ علشان الشرطه سايبه لهم عساكر تحت البيت بيأمنوهم وبيحموهم منكم، ولو شافوكوا هناك تحت البيت يا اما هيضربوكوا بالنار ويخلصوا عليكم يا اما هياخدوكوا ويودوكوا السجن. لو على الشرطة فمقدور عليهم، زي ما خلصنا عليهم قبل كده هنخلص عليهم تاني ونهرب منهم. ها قلت ايه؟ هتنقذ نفسك وتنقذ بقية العيلة وتسلمنا عبقرين ونخلص عليه، ولا هنخلص عليك دلوقتي وبعدين هنخلص عليهم كلهم برضه؟ لا خلاص سيبوني، انا هتصرف في الموضوع ده وهعمل لكم اللي انتوا عاوزينه. حلو قوي، انت كده بدأت تفكر صح. قدامك ساعة من دلوقتي، لو ما سلمتناش عبقرينه
يبقى انت اللي جبته لنفسك انت وهما. بس ساعة قليل قوي، انا محتاج وقت اطول من كده. هو ده اللي عندنا، ويلا ما تضيعش وقتك. حاضر حاضر. يا نهار اسود، كنت هيضحي بيا عشان ينقذ نفسه. انا لو ما كنتش شفت كل اللي حصل ده يا عبقرينو بعيني ما كنتش صدقته. انا هعمل ايه دلوقتي يا ماكت يا اخويا؟ الله هنتصرف ازاي؟ مش هينفع نتكلم هنا يا عبقرينو، احنا لازم نمشي من هنا بسرعه علشان الجته جيراني والدنيا يتشكل، لو شافونا هيعملوا معانا الغلط وهنبقى جينا لهم لحد هنا برجلين. هنروح على فين بس يا ماكت يا اخويا؟ هنروح على البيت يا عبقرينو. احنا لازم نوصل قبل ما جدك يروح البيت علشان نفكر ونشوف هنتصرف ازاي. ماشي يا ماكت يا اخويا، بس استنى ثواني بس هقول حاجه للناس. حاجه ايه يا عبقرينو؟ هقول للناس بس اللي لسه مش مشتركين في القناه يشتركوا في القناه. هو ده وقته ولا يا عبقرينو؟ الله يخرب بيتك، احنا في ايه ولا في ايه؟ دي دقيقه واحده بس يا ماكت يا اخويا. طب يا اخواتي يا حبايب قلبي، عاوز كل اللي بيشوف الفيديو ده ولسه مش مشترك عندنا في القناه ينزل دلوقتي يشترك في القناه وكمان يفعل زر الجرس عشان يوصل له كل الفيديوهات الجديده. بس كده تعملوا لايك للفيديو ده ووصلوا لحد 100,000 لايك، وتقولوا لي في الكومنتات عاوزين الفيديو الجاي عبقرينو والدب ولا فيديو الغوريلا والبنت. يلا بقى مستنيين يا لايك للفيديو واشتراك في القناه وفعلوا زر الجرس وتكملوا الفيديو ده لحد اخر ثانيه عشان في مفاجاه محدش هيتوقعها في اخر الفيديو ده. يلا يا ماكت يا اخويا. اثبت مكانك انت وهو، انتوا رايحين على فين؟ طالعين بيتنا، احنا ساكنين هنا، احنا اللي انتوا واقفين علشان تحموهم من الدميه تشاكي والجده جيراني الشريره وجوزها. انتوا ماجد وعبقرينو ولاد الحاج ابو ماجد؟ ايوه وطالعين بيتنا. تمام، اتفضلوا اطلعوا، ما تقلقوش من حاجه، احنا واقفين هنا بنحميكم. ماشي يا عمو العسكري، شكرا. تعالى ادخل يا عبقرينو. انا مش مصدق اللي انا شفته بعناية ده يا عبقرينو. ولا انا مصدق يا ماكت يا اخويا، معقوله كنت يطلع كده؟ المفروض ان جدك جاي هنا دلوقتي علشان ياخدك يوديك للجده جيران عشان تنتقم منك زي ما انت عملت مع ابنها. طب اعمل ايه دلوقتي يا ماكت يا اخويا ولا استخبى فين؟ اوعى تسيبني الكت ياخدني لهم يخلصوا عليها والنبي. ما تخافش يا عبقرينو، انا مش هسيبك. احنا اول حاجه لازم نعملها دلوقتي لازم نمسك جدك ونواجهه بالحقيقه ونعرفه ان احنا عرفنا كل حاجه عملها مع الجده جيران والدنيا تشاكل. طب وده هنعملها ازاي بس يا ماكت يا اخويا؟ انا هقول لك، جده زمانه جاي دلوقتي، يلا بينا احنا نستخبى بسرعه. حاضر يا ماكت يا اخويا، يلا بينا. سامحني بقى يا جدو، بس انت اللي وصلتنا لكل ده. المفروض هنعمل ايه دلوقتي يا ماكت يا اخويا؟ تعالى شيل معايا بسرعه يا عبقرينو اما نحطه على الكرسي هنا ونربطه. حاضر يا ماكت يا اخويا. اللزقه دي يا ماكت يا اخويا من على بقه عشان يعرف يتكلم ونشوف عايز يقول ايه. ماشي انت ايه اللي انت بتعمله فيا ده يا ماجد؟ انت عبقرينو. بنعمل اللي المفروض نعمله يا جدو. انا مش فاهم حاجه. ما تنكرش يا جدو، احنا عرفنا الحقيقه وعرفنا كل حاجه وعرفنا ان انت الجاسوس اللي بتساعد الجده جلان وجوزها والدنيا تساكن علشان يخلصوا علينا. انتوا عرفتوا الحاجات دي ازاي؟ احنا كنا ماشيين وراك يا جدو ومراقبينك وانت رايح لهم، وسمعناك وانت بتقول للجده جيراني انك هتسلمها عبقرينو اخويا علشان تنتقم منه في اللي هو عمله في ابنها وتخلص عليه. انا فعلا قلت لهم كده، بس انا ما كنتش ناوي اعمل كده. انا كنت بس عاوز امشي من عندهم علشان اجي احكي لكم كل حاجه وتساعدوني وتقولي لي اعمل ايه في المصيبه دي. كنت عاوزنا نعمل لك ايه يا جد؟ عاوزنا اسيب لك عبقرينو اخويا تروح تديهولهم علشان يخلصوا عليه عشان تنقذ نفسك انت؟ لا انا عمري ما كنت هعمل كده. انت عارف انا بحبك قد ايه يا عبقرينو وافديك براحي كمان. امال ليه عملت كده يا جد؟ وجبت الجده كلان والدنيا تساكت علشان يخلصوا علينا وساعدتهم في ده كمان. انا فعلا جبتهم، بس ما كانش قصدي اخلص عليكم ولا حاجه.
انا كان كل قصدي ان انا اخوفكم بس واعمل فيكم مقلب وكده، معرفش ان كل ده هيحصل. عدى ساعة والراجل لسه ما جاش ولا جاب الوضع عبقرينه حتى. يبقوا هم اللي جابوا لنا نفسهم، هنروح بيتهم نخلص عليهم كلهم هناك. انت نسيت الراجل العجوز قال ايه يا جيران قبل ما يمشي؟ قال ايه؟ قال ان الشرطة واقفة تحت بيتهم بتحرسهم مننا. ومين قال لكم ان احنا هندخل من باب العمارة؟ تعالوا ورايا. للاسف يا جدو احنا مش هنقدر نساعدك في اي حاجه، دي مشكلتك وانت اللي حطيت نفسك فيها، وانا مش هضحي بعبقرين اخويا علشان اي حاجه. ولا انا كمان عمري اضحي بالوضع عبقري. تعالى فكني يا لا مجد، وانا هروح للجنتا جيران والدميه شاكي واقول لهم يخلصوا عليا وما عادش يبقى لهم دعوه بيكم وتعيشوا في امان. تمام يا جدو. الوداع يا عبقري، الوداع يا لا مجد، هتوحشونا قوي. ابقوا سلموا لي على امكم وابوكم وقولوا لهم ان انا بحبهم قوي. ادينا لك مهلة ساعة علشان تجيب عبقرينه، والساعة خلصت. يلا تشاهد على روحك يا راجل يا عجوز. لا استنى، اهو الولع عبقري اهو، انا كنت جايبه وجاي لكم، تعالوا امسكوا خلصوا عليه. اللي انت بتعمله ده يا جدو